ده اهم مكمل غذائي ممكن واحدة او واحد ياخدوه في حياتهم. الفيديو ده مهم جدا وده اللي هيساعدنا طبقا لحالتنا الهرمونية والصحية وحالتنا العامة نقدر ان احنا نوظف المكمل الغذائي السليم اللي يقدر ان هو يعالج لي مشاكلي الهرمونيه ويعالج لي اي نقص غذائي موجود في جسمي، يعمل لي خلل في نمو الشعر وممكن يعمل لي الم وعجز في انبات الشعر وفروه الراس، ويساعد على ظهور امراض وتفاعلات كتير جدا. اول حاجه الاحماض الدهنيه، خصوصا الجاما لينوليك اسيد والاوميجا 3 والاوميجا 6 والاوميجا 9، ودول بيبقوا موجودين في مكملات الاوميجا 3 اللي احنا عارفينها عادي. اما اوميجا 3 اوميجا 6 واوميجا 9 والجاما لينوليك اسيد موجود بتركيز اعلى في مكملات الفيش اويل، وده اللي بيساعدنا ان احنا نوقف التساقط الكربي التلاجين افلوفيوم ونساعد على ترميم بصيلات الشعر اللي متدمره. تاني حاجه وهو جنين القمح. زيت جنين القمح او مستخلص جنين القمح من الحاجات المهمه جدا اللي موجوده في مكمل شبه البرايورين، وده اللي بيساعد على انتظام الحاله الهرمونيه، خصوصا في الناس اللي بيبقى عندها عدم استقرار هرموني بسبب وجود حالات صلع وراثي او تزايد في حدوث تساقط في الشعر، او الناس اللي بيبقى عندها خلل في الذاكره وبتنسى بسرعه او بيحصل لها اجهاد كبير، ودي بيبان عليها بسهوله جدا، وده موجود في برايورين او في مكملات جنين القمح بشكل صافي، او ممكن اخد زيت جنين القمح معلقه كل يوم مع وجبه دسمه. الزنك مهم جدا لدعم الجهاز المناعي وصحه نمو الشعر، لكن انا باخده بحدود معينه عشان ما ياثرش على الغده الدرقيه، بمعنى باخد نسبه من الزنك وهي ممكن توصل ل 25 مللي جرام، وده بيفوق الحد اليومي لينا لان انا باخده من مصادر تانية زي الميه والطعام. اما اخد الزنك بنسبه من مكمل تزيد عن 23 او 25 مللي جرام، ده لازم اكون متحكمه فيه. الجسم بيستفاد من الجرعه الزايده للزنك مش بيتخلص منها، لكن لفتره معينه لو زودت عن فتره شهرين او 3 الموضوع بيبدا ياثر على الغده الدرقيه. نفس الكلام على البيوتين. البيوتين مهم جدا، فيتامين بي 7 مهم لصحه بصيلات الشعر ونمو الشعر وتكوين الشعره الصحي، لكن ان انا استمر عليه اكتر من 3 شهور بجرعه 10000 المعروفه هيخلي فيه مشاكل تظهر في الغده الدرقيه. مش بس كده، هو اصلا الفيتامين ده هو حاجه اساسيه في تصنيع الاحماض الدهنيه بتاعه الجسم، فلما انا يبقى عندي اسراف او افراط في تناول الفيتامين ده لفتره طويله بيبدا يحصل لي زي ظهور حبوب صغيره، حبوب تحت الجلد، فروه راس دهنيه، يبدا ان انا اكون مش مرتاحه وتزيد معايا ظهور الحبوب. مش بس كده، البيوتين بجرعه عاليه لفتره طويله هيديني نتائج فظيعه في انبات الشعر ونمو الشعر وطوله، لكن في نفس الوقت هيأثر على الغده الدرقيه، بيزيد من نشاط الغده الدرقيه. عشان كده انسب حل في تناول البيوتين هو ان انا اخده بجرعه متوسطه، واللي هي المفروض ما تزيدش عن 2000 ل 3000، لكن اللي موجود منها في السوق هو ال 5000. موجود فيه البيوتين فورت او الاسجوبايون وده المصري، والمستورد ممكن ان انا اقسم الحبايه او القرص 2 واخد نص كل يوم. حاجه تانية مش المفروض ان احنا نبطلها خالص وهو اللاكتوفيرين، باخده لمده شهرين واوقف شهر. استمراري على البرافوتين او اللاكتوفيرين ده هيخليني محتفظه بمخزون الحديد الصحي السليم والمناعه السليمه في جسمي من غير ما اتاثر باهمالي في النظام الغذائي او جهازي المناعي لو اتاثر باي شكل كان. يعني مش هاجي في وقت حتى لو انا قصرت في نظامي الغذائي الاقي مخزون الحديد وقع مني خالص. البروتين مهم جدا لان البروتين ده بيروح يرتبط ويكلبش بجزيئات الحديد اللي موجوده في الاكل ويحطها في الدم. فوليك اسيد مهم جدا ان انا اخده بشكل مستمر على فترات، ولكن ده باخده شهر وبوقف شهر، وباخده شهر كل يوم حبايه بوقف شهر. الفوليك اسيد ليه مهم؟ لان هو مش موجود بنسب كبيره وصعب امتصاصه من مصادر الاكل الطبيعي. لو متوفر فهو متوفر بنسبه كبيره لو مثلا في الجرجير او الورقيات الخضراء، لكن احنا ما بناكلش الجرعه الضخمه اللي تخلينا نقدر نمتص الفوليك اسيد بالشكل اللي احنا محتاجينه. احنا بنحتاج فيتامين ب 9. فيتامين د مهم جدا، لكن فيتامين د بشكل او باخر مهما عليته ممكن يرجع تاني ينزل، لان فيتامين د ده محتاج نظام ثلاثي ونظام غذائي يحافظ لي على نسبة فيتامين د حتى بعد ما انا اعالجه. لو انا ما حطيتش النظام ده هفضل اعالج فيتامين د وينزل تاني، اعالجه وينزل تاني. عشان كده انا هخصص فيديو تاني اقول لكم فيه ازاي اعالج نقص فيتامين د
القوي، وازاي بعد كده ان انا اقدر احافظ على النسبه دي. انا كده قلت معظم اللي انا عايزاه في الفيديو ده، اتمنى تكونوا استفدتوا. اسالوني اللي انتوا عايزينه في الكومنتس، هرد عليكم اول ساعه ان شاء الله. اعملوا فولو على السوشيال ميديا، هناك في محتوى مختلف بنقدر نتواصل مع بعض بشكل احسن. ميرسي جدا ان انتوا شفتوا الفيديو. باي باي.